بيبيع ايه؟ زيت. الزيت زمان يا جماعه، زمان ما كانش بيتباع في ازايز او علب زي اللي انتوا بتشتروه دلوقتي. الزيت كان بيبقى سايب ويتعاير بالكوز، زي اللبان بتاع زمان لو تفتكروا، قسط اللبن كان في حاجه اسمها قسط الزيت، وكان يعدوا في القرى كده. فطبعا الزيات ده بيشتغل في ايه؟ في ايديه دايما طول النهار ايه؟ ويمسح فين؟ في هدوم مزيته. الهدوم المزيته مع شويه تراب تبقى هدوم ملبكه بعد عنكم، حاجه كده مليطه يعني، ما علينا. بقى اسقف والناس حبته قوي لانه رجل عطاء. أنب سربمون الأنب سربون الأنب سربمون، فابتدت خايف على نفسه من الذات، فكاد ينادي نفسه يقول له ايه؟ اوعى تكون نسيت يا واد يا صليب يا زيات. اصل مهنه الزيات دي ما كانتش مهنه حلوه، لان واحد ملبك زي اللي كان بيعملوا شحم زمان في المحلات كده بتاع الجراشات كده، فدي من المهن اللي مش حلوه يعني يقول لك يا عم ده زيات يا عم، يعني مهنه وحشه. فالناس تقول له يا سيدنا بركتك صلواتك، ده انت صلاتك بتنزل المطر يا سيدنا. هو يقول ايه؟ اوعى تنسى يا صليب يا زيات يا بتاع الزيت. كان كل راس ماله حماره وعليها صفيحتين زيت وكوز. عملت اسقف هنسى؟ البابا كيرلس بقى كان بيقول كلمه تانية، فاكرينها ولا لا؟ جلبيتك لركبتك وعشرة في خدمتك. عارفين المثل ده ولا لا؟ ما تعرفوهوش؟ انتوا جايين منين؟ مش من معانا برضو في مصر؟ انا حاسس ان انا هيظهر من حته تانية. لا، ده مثل فلاحي معروف قوي قوي، يقول لك جلبيته ركبته وعشرة في خدمته. دي تتكلم كنوع من انواع الايه؟ يقولوا على الواد المدلع. الواد وهو صغير الناس بتخدمه، خايفين عليه يقع، خايفين يمسك الميه المغليه تقع عليه، فدايما بيخدموه، مش كده؟ فجلبيته كانت لغايه فين وهو عيل عنده 3 سنين؟ لغايه كعبه. لما كبر وطول بقى عنده 10 سنين الجلابيه وصلت لغايه فين؟ ركبته، ولسه 10 ايه؟ في خدمته، يعني لسه ايه؟ مدلع يعني بيشتكي نفسه لنفسه، بيقول له انت بقيت بطرك يمينه. هو بيكلم نفسه، بيقول له انت بقيت بطرك وكبرت، مش كده؟ لكن تنزل تلاقي اللي شايل لك الشنطه واللي شايل لك العصايه واللي بيفتح لك الباب واللي بيقعدك واللي بيفرش لك وبيمسح لك الكرسي بتاع العربيه. فكان يقول لنفسه جلبيته ركبته وعشرة في خدمته. يعني ايه الدلع اللي انت فيه ده؟ ولا تستاهل منه حاجه. اكبر بقى اكبر بقى. دول القديسين اللي كانوا خايفين من الذات، فكانوا بيخزوا انفسهم ويخزوا الذات. حد فاكر احنا قلنا كام تدريب؟ 1. لا قولوا ايه هم، مش تقولوا 4. اول 1 فحص الذات، 2 فتح الذات، 3 بالظبط ترويض الذات، 4 خزي الذات. قربنا نخلص اهو. 5 قبول تدبير الله في سحق الذات. تاني 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 تاني. عايز احكي لكم حكايه. وانا عيل صغير، في خشبايه صغيره دخلت في صباعي، وبعدين يعني ما اهتمتش، وجعتني حرقتني في المدرسه وما اهتمتش. وبعدين يظهر الخشبايه الصغيره دي عملت نوع من انواع الميكروب او التسمم او المده، فصباعي ابتدى يدوحس ويورم ويحمر وبقى جامد قوي كانه قطعه خشب كده. شويتين ابتدى يتكون دم، مده. سوري يعني في حاجه بايخه بحكيها لكم يعني. المهم راح ابويا مسكني حطني وشبه كتفني. انا ما كنتش عارف لحظه الغدر اللي هيعملها فيا. هو غدر بيا، انا مش مطمن، ولقيته يعني بيحضني بزياده، مش عادته، لكن هو ماله الحب حلو يعني. اتاريه شبه تكتيف، وبايده التانيه وبكل قوته ابتدى يضغط على الدم الناشف بكل قوته، لا بقى في بنج ولا في بتاع. وطبعا ابتدت المده تطلع بس بألم فظيع. انا فاكر، شوفوا يعني كان الواحد في ايه، ودلوقتي لغايه دلوقتي الألم ده في ذهني لغايه دلوقتي.
بكل قوته. وهو بيعمل فيا كده انا ما كنتش شايف غير اب قاسي يخلو من كل حنو. بس اللي هو عمله ليه؟ عمله ليه؟ عشان يخلصني من مشكلة ممكن كانت تعمل غرغرينة أو تموتني. يبقى اللي أنا شايفه قسوة كان قمة الحب، بس أنا عشان مش فاهم كنت شايفه إيه؟ خلصت القصة بتاع الصباعي. نرجع بقى للذات. ربنا عارف إن الذات أسوأ مرض ممكن يضيعني ويضيع أبديتي. علشان كده في بعض الأحيان الله يتدخل بقوة قد تبدو عنف، بس ربنا ما عندوش عنف، لأن ما حدش فينا يقدر يحتمل غضب ربنا، مش عنف ربنا. ويبتدي يضغط عليا أنا عشان عارف إن الذات هي الخراج اللي هيموتني ولازم ينظفه كويس قوي 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 قوي. أقول لكم على واد صغير كان شايف نفسه اخواته كلها لابسه بفتة وهو الوحيد اللي لابس ملون، عنده قميص ملون، ورايح بقى ايه؟ يا ارض تهدي ما عليكي قدي. مين يهوذا ده؟ ومين يا ساكر ده؟ لا 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 لا، ده ما حدش جاب ولا حدش خلف، ده انا بس اللي على الحجر. انا يوسف بتاع الاحلام والرؤى، أنا يوسف اللي لابس القميص الملون. ربنا بيحب يوسف قوي قوي، بس المدة اللي جوه يوسف كترت قوي قوي قوي، فكان محتاج من ربنا تدخل. فربنا عمل إيه في يوسف؟ أنتوا عارفين القصة. اتباع عبد، ابن الأكابر بقى شغال خدام، ماشي. وبعدين الست تتهمه فيخش السجن 11-12 سنة. مش 11 يوم، ده ما حدش فيكم يقدر يحتمل 11 يوم، 11 سنة. وبعدين ربنا عمل معاه وعمل 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 وعمل، بس كان لازم ربنا يعمل هذه الجراحة الشديدة علشان يوسف يتعلم يعني ايه اتضاع ويقطع منه الذات. واحد تاني اسمه القديس بولس الرسول يشوف السماء الثالثة. بصوا يا جماعة، عايز أقول لكم حاجة. في الستينات والسبعينات، قولوا في الستينات، ما كانش السفر سهل. السفر بره مصر ما كانش سهل أبدا. كان في حاجة اسمها فيزة دخول وفيزة خروج ومخابرات وبتاع، يعني انك انت تسافر بره مصر دي في الستينات كانت صعبه، الا اذا كنت هتهاجر ومش راجع تاني. لكن السفر مش زي دلوقتي. دلوقتي كل الناس بتسافر، زمان كان ممنوع السفر. فكان اللي بيسافر ويروح امريكا او يروح انجلترا، كان المصريين يتجمعوا عنده في الصالون يعملوا له قعده، يعني قعده يعملوا فيها كيكه وشاي بلبن عشان يحكي لهم ايه اللي شافوا فين في بلاد الاجانب يعني. فكانت الناس بتحكي بقى، يقول لك وانا لما رحت بقى لقيت المترو في انجلترا 4 ادوار تحت الارض، واحنا مش فاهمين 4 ادوار تحت الارض. واللي راح امريكا بقى يقول لك ده المطار هناك قد مصر الجديده كلها، واحنا مش فاهمين ايه ده مثلا يعني. فكان اللي بيشوف بلد من بلاد بره ده بيرجع يعني كانه ايه، يعني يفضل يحكي فيها 3 سنين يعني. بولس الرسول ما راحش امريكا ولا راح انجلترا، راح الفردوس وشاف ما لم تره عين ولم تسمع به اذن. طب ده لما هينزل هيحكي ايه؟ يحكي بقى فيقول لك ربنا من خوفه عليا من فرط الاعلانات سمح ان يلطمه ملاك الشيطان، يتضرب ضربه في الجسد عشان رب. شوفوا بس يوسف بولس فاهم ان لما اتضرب في الجسد ضربه سواء في عينيه او في معدته كانت من اجل خلاص نفسه. ربنا عشان خايف عليه سمح له بضربه في الجسد شديده قوي 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 عشان يحافظ على اتضاعه. انا ليه بحكي لكم الحكايات دي كلها؟
علشان لازم في الحياة الروحية نفهم حاجة. في بعض التجارب يسمح بيها الله لينا، وقد نكون مظلومين ونتعجب ليه ربنا سمح بكده، وما يكونش ربنا عنده أي غرض إلا حاجة واحدة بس، إنه يكسر الذات اللي جوايا.